كل من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بي سيعرفون أن العديد من تنبؤاتنا كانت صحيحة، فكما قلنا أن كاظم آغا سيغضب كثيرا لأن سيران وقعت على أوراق الطلاق، ومع ذلك فمن المزعج بالطبع أن يتحول كاظم آغا إلى شخصية سيئة بينما كان يبدأ في أن يكون جيدا، لأنه على الرغم من رغبة الجمهور في شخصية كاظم الذكية والمضحكة إلا أن مثل هذه المشاهد تحول الجمهور ضد كاظم. بالعودة إلى الحلقة، هل سيتزوج فريد وبيلين؟ على الرغم من أن فريد كان يحاول إصلاح الأمور مع سيران في ساحة انتظار السيارات إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام، لكن فريد لا يعلم ما تمر به سيران. لكن في الحقيقة سيران تحاول أن تبعد فريد عن طارق من أجل عدم الإضرار به. بعبارة أخرى قالت سيران هذه الكلمات لفريد لأنها كانت تخشى أن يؤذيه طارق. سيران في حالة فوضى بعد تعرضها للضرب من طرف والدها ومضايقات طارق لها وأشياء أخرى كثيرة، ومع ذلك لا تزال تحاول البقاء قوية بسبب كبريائها، خصوصا بعد كلام هاريس آغا عنها وكأنه يشتري ويبيع عقارا بعد التوقيع على أوراق الطلاق، وهذا كان سببا كافيا لعدم عودة سيران إلى ذلك المنزل. نحن نعلم أن فريد وسيران يكنان نفس المشاعر لبعضهما البعض، لكن الطريقة التي يتواصلان بها خاطئة للغاية، وستضمن كل هذه التجارب التواصل الصحيح بين الاثنين. بالرغم أن فريد قال لسيران كوني مستعدة للألم في موقف السيارات، إلا أنه قد بكى قبل أن يتمكن من الخروج، وبالمثل بدأت سيران في البكاء حيث كانت عاجزة لأن فريد هددها بهذه الطريقة. بعدما عرض فريد الزواج على بيلو وافقت دون تردد. بمعنى آخر رأينا بالفعل مرة أخرى الشخصية الضعيفة لبيلو لأنها قبلت بالرغم من دفع وتجاهل فريد لها باستمرار، وعلى الرغم من كل ما فعله فريد معها إلا أنها لم تتخذ موقفا قويا مثل سيران التي كانت تريد بناء علاقة صحيحة مع فريد. وهنا يمكننا القول أن بيلو لا تحب فريد حقا، بل هي فقط مهووسة به لأنها متأكدة أنه لا يمكن لها أي مشاعر على الإطلاق. في الحلقة القادمة قيل أن إيفيكات وجولجان سيبحثان عن فستان زفاف لبيلو. بعبارة أخرى بعد أن قبلت بيلو عرض فريد سرعت إيفيكات جميع الإجراءات وذهبت للبحث عن فستان الزفاف، ومع ذلك فإن الجزء الأسوأ هو أن سيران ستواجه إيفيكات وجولجان في هذا الموقف. بعبارة أخرى يبدو أن هناك مفاجآت في الحلقة القادمة. إذا ماذا سيحدث بين زيرين وكاظم؟ كاظم وقع في شباك زيرين تدريجيا، لكن كان من المحزن جدا أن كاظم الذي كان يطعم بناته من بقايا الطعام لسنوات جعل نفقات باهظة من أجل زيرين، ومع ذلك لا أعتقد أنه سيكون طعما سهلا لها، لأنه بغض النظر عن أي شيء فإن أكبر قيمة لكاظم هي بالتأكيد المال. ماذا سيحدث بين صافيت وسونا؟ صافيت يصبح مخيفا أكثر فأكثر كل يوم، خصوصا بعدما علمنا أن لديه صنم على شكل قدم، لذلك يبدو أن هذه العائلة تتغذى على الأفكار المنحرفة بكل شيء، حتى أننا رأينا أن صافيت آغا سيأخذ سونا إلى المنزل تقريبا مثل الخادمة. فكما نعلم أنه على الرغم من أن والدة صافيت هي العروس الوحيدة في المنزل إلا أنها تشبه الخادمة وليس لها أي رأي. يعني بالرغم من أن صافيت يعد سونا بأنها ستعيش في القصر إلا أنه في الواقع أنها ستحل محل والدته في الأعمال، وبالمثل كذب طارق على سيران، أي أن معظم حياتهم تقوم على الأكاذيب والتباهي، وفي الوقت المناسب كل الوعود التي قطعت لكاظم ستكشف على أنها باطلة، وسيختبر كاظم صدمة حياته. في الحلقة القادمة ربما ستذهب سيران وفريد إلى المحكمة للحصول على الطلاق، ومع ذلك في نفس الوقت ستخبرهم سيران بعدم رغبتها في الطلاق بسبب التطورات المهمة، حيث ستخبرها سونا أنها رأت كاظم وزيرين، وستفهم سيران أن والدها داخل لعبة تديرها زيرين. إذا أعجبكم التحليل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.